أهلا بكم. بغيت لي نخصص واحد الكلمة قصيرة جدا في حق فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، اللي إلى حد الآن يعني كيأدي واحد العرض فني محترم لا بأس به، رغم الظروف الصعبة اللي كيواجهها، سواء يعني الظروف المادية أو يعني غياب التدريب والتحضيرات في بداية الموسم، فضلا عن هروب بعض اللاعبين والتخلي عن مسؤوليتهم بحثا عن فضاء آخر، وكذلك أن التشكيلة كتشهد نقص كبير ديال اللاعبين، بحيث أن الفريق الوحيد في البطولة المغربية اللي عنده هذا العدد قليل جدا اللي كيلعب به وكيستعملوا بشكل يعني شبه دائم طيلة يعني الدورات السابقة. والأسباب الرئيسية كثيرة وراء الأزمة هذه، ولكن أهمها الخصاص المادي. ومع ذلك احنا كنرفعوا القبعة عن اللاعبين ديالنا وكذلك السيد المدرب هلال طيف، ان هذه المجهودات الكبيرة والجبارة اللي كيبذلوها، وانهم يعني كيناضلوا كيجهدوا من اجل الدفاع عن الوان مدينة طنجة، ويعني هذه المدينة التي تستحق الأكثر والأجمل والأفضل. وأنا شخصيا كنشوف بأن لو أن ملعب طنجة بن بطوطة يعني الكبير كان جاهز، أنا مأكد بأنه غادي يكون دائما مملوء عن آخره، وبالتالي غادي نشاهدوا يعني عرض فني آخر، عرض للاعبين اللي هما كما قلنا كيبذلوا واحد المجهود خارق، بالإضافة إلى الحضور الجماهيري الكبير اللي كيعطي دائما واحد البعد آخر جميل ورائع، يعني فرجة لهذا الأداء. وحنا كنعرفوا بأن الجمهور ديال طنجة كيحضر بكثافة في جميع الحالات، وأن هذا الحضور هذا غيجعل أن يعني إذا بغينا نقولوا الإيرادات ديال التذاكر تكون مرتفعة، وبالتالي هذا غيرجع بالخير على الميزانية ديال ال- النادي ديال اتحاد طنجة. للأسف الشديد هادشي ما حصلش، وحنا في انتظار يعني انتهاء الأشغال ديال الملعب اللي صراحة يعني تعطلت شوية، هذا هو الواقع، خصنا نقولوا الحق كما هي، ما عارفينش علاش هاد التأخر هذا. بالإضافة إلى أن الملاعب القريبة جدا لمدينة طنجة، مثل الملعب ديال الثانية إلى آخره، يعني ما كيعرفش حضور الجماهير، وهذا كيأثر كذلك كما قلنا على الميزانية ديال النادي. الملعب الصغير اللي في طنجة اللي هو ملعب القرية الرياضية كذلك باقي فيه تأخر شوية، ما عرفناش هاد التأخرات واش هي تأخرات يعني حقيقية منها تأخرات مصطنعة، لأن مش حاجة كبيرة الملعب ديال القرية، ملعب صغير كان ممكن يعني يتم التجهيز ديالو في أقرب وقت ممكن. على كل حال، غير كان واحد الملاحظة، هو أن الملعب ديال ثاني رمال في تطوان ما كنفهموش علاش مثلا كذلك كيمنعوا يعني الحضور ديال الجمهور ديال طنجة في هذا الملعب هذا، خاصة وأن المقابلة ما كتكونش بين تطوان وبين طنجة، وإنما بين طنجة وبين لاعب بين فرق مغربية أجنبية، وبالتالي فما كنظنش بأن الجمهور ديال تطوان غادي يجي يتفرج في المقابلة ديال اتحاد طنجة، ما كنظنش. هذه نقطة أخرى، أن الأمن الحمد لله كاين، المراقبة كاينة، كاين المشاكل ما كتوقعش بين التطوانيين وبين طنجة، وما كتوقعش بالمقارنة مع فرق أخرى متعددة. صحيح هناك حساسية بيناتهم، ولكن كتبقى دائما أن الروح الرياضية في النهاية كتنتصر، وحنا شفنا هذه القضية في أكثر من مناسبة. لذلك أنا كنشوف بأنه لا مبرر إطلاقا من منع الجماهير ديال طنجة أنها توجه لتطوان باش تشجع الفريق ديالها. طبعا في الديربي مثلا، أو في كلاسيكو المغرب اللي هو اللي كيجمع تطوان وطنجة، هذا موضوع آخر، وغادي إن شاء الله نخصصوا له وقيته ديالو في الحصة القادمة. ولكن الآن نبقاو في هذه القضية، وأننا فخورون جدا سعداء بهذا الأداء الكبير اللي كيقدموه اللاعبون الطنجاويون في اتحاد طنجة. وبكل صراحة المقابلة ديال البارح يعني 9 نوفمبر 2024 أمام الوداد البيضاوي كان أداء رائع جدا، إلى درجة أن الفوز كان يعني ممكن يكون من نصيب اتحاد طنجة بسهولة كبيرة جدا. ولكن للأسف الشديد النتيجة اللي كانت يعني مرسومة على السبورة الإلكترونية ما كتعكسش
المجهود الكبير اللي بذلوه اللاعبين الاتحاديين. ولكن مع ذلك نقول رغم هذا التعادل نهنئ أنفسنا ونرفع القبعة لكل اللاعبين والمدرب السي هلال الطير، واللي كنشجعوه وكنقولوا له استمر في العمل ديالك، الله يعاونك، لا انت ولا اللاعبين الاشبال ديالك ان شاء الله. وان شاء الله من حسن الى احسن، حتى ان شاء الله علاش لا نقلبوا هذه النتائج كلها ونصبحوا كذلك احنا قراب من البوديوم، او لما لا نكونوا عنصر من عناصر او فريق من فرق المصارعه على البوديوم ان شاء الله في القريب العاجل. لكن نبغي في هذا السياق هذا نأكد على ما جرى بعد مقابلة اتحاد طنجة والوداد البيضاوي. المقابلة كانت يعني ممتازة، جرت في روح رياضية، كان أداء فني من كلا الطرفين، هذا هو الواقع. يعني شفنا أحسن مقابلة ربما إلى حد الآن في البطولة المغربية. ولكن للأسف الشديد أن بعض عناصر أعضاء الوداد البيضاوي اعتدوا بطريقة غير مقبولة وغير مبررة على بعض أعضاء الفريق اتحاد طنجة. مهما كان السبب حنا ما عارفينش السبب، كل واحد اش كيقول، ولكن هذا لا يبرر إطلاقا هذه الصورة السيئة جدا وغير متحضرة، الصورة التي تعكس واحد النوع من يعني ضعف كبير على مستوى الروح الرياضية في الوداد البيضاوي. الفريق الوداد البيضاوي هو فريق تاريخي مرجعي كنحترموه، عنده تاريخ، عنده بغينا نقولوا نتائج، ألقاب، بطولات كبيرة جدا، ولكن هادشي كان في الماضي. أما الآن إلا كنتكلموا على دابا فالوداد البيضاوي يعني بكل صراحة فريق محترم ولكنه عادي، يعني لا يختلف عن أي فريق آخر، الفاتح، اتحاد طنجة، المغرب التطواني، المغرب الفاسي، ما كاينش فرق، ما كاينش فرق، بل أكثر من ذلك يمكن لي نقول بأن أغلبية النوادي الرياضية وخاصة كرة القدم الحالية هي نوادي متقاربة على مستوى الأداء الفني وعلى مستوى النتائج وما إلى ذلك. وبالتالي الاعتداء ديال الوداديين على اتحاد طنجة بالأمس على أرضية الملعب يعني كان مقزز وكان سيء جدا، ويعني لا يليق بفريق له تاريخ وله ألقاب وله كذلك يعني بطولات. وكون أن الكرة هي عبارة عن لقاء فني كيجمع جوج ديال يعني النوادي، اللي كيكون أفضل وكيكون منظم أحسن هو اللي كينتصر. ولكن للأسف الشديد أنا بان لي البارح بكل صراحة وأنا كنتابع المقابلة وخاصة في النهاية، بان لي بأن الوداديين باغيين يغلبوا صح بالقوة، وهذا لا يجوز. الكرة ما فيهاش القوة، ما فيهاش الغطرسة، ما فيهاش أنا أفضل منك، ما فيهاش أنا عندي التاريخ ديالي أحسن منك، لا، الكرة كتلعب على 90 دقيقة، واللي هو كان مستعد وكان يعني أكثر استحضارا لقواه الذهنية ويعني العقلية وكذلك النفسية والفنية، غادي ينتصر، ربما غادي ينتصر بواحد الكيفية أفضل. وبالتالي فلا داعي للتشنج، ونتمنى من الوداد البيضاوي أنه يعرف الأخطاء ديالو، الأخطاء اللي كاينة عنده في الفريق. ومن بين هذه الاخطاء هي التشكيله، حنا كنعرفوا بان الوداد البيضاوي الان التشكيله ديالو متواضعه بسيطه، ما غتخلاش انه يمشي بعيد لا في البطوله ولا في منافسات رياضيه اجنبيه. وماشي كنقول انا هذا الشيء هذا، بل الوداديون الاصدقاء ديالنا ديال الوداد هما بيدهم كيعترفوا بهذه القضيه وكيأكدوا عليها في كل مناسبه. الوداد البيضاوي هذا العام هو وداد متواضع وبسيط جدا. حنا ما نتمناوش يكون بهذه الصوره هذه، حنا نتمناو ان الوداد يكون يعني في واحد الصورة اللي كنشوفوه فيها دائما، الصورة ديال القوة، الفريق البطل، الفريق اللي كيلعب على الألقاب. ولكن باش ترجع عن هاد الصورة هادي وتستحضر هاد الصورة هادي اللي في الدماغ ديالنا حنا كمغاربة، ماشي بالقوة، ماشي بالعنف، ماشي بالاعتداء على يعني أعضاء الفرق الأخرى المنافسة، لا، إن إعادة الهيبة للوداد كتكون من خلال المحاسبة، من خلال معالجة الخلل اللي هو حاضر فعلا في الوداد البيضاوي. أنا شخصيا كنتظر يعني أداء مخيب للأمال للوداد البيضاوي، خاصة في المقابلات اللي يمكن تكون مع نوادي أجنبية، لأنني ما كنشوفش الوداد اللي كنعرف أنا. والبارح المقابلة اللي جرات بين الوداد وبين اتحاد طنجة بكل صراحة كانت يعني مقابلة
كتبين على أن الوداد شي حاجة كبيرة جدًا. هذه نقطة. نقطة أخرى أن اتحاد طنجة استطاع أنه يلجم الوداد ويوضع يعني اللاعبين ديال الوداد عند الحد ديالهم، ويمكن لي نقول لك بأنني أنا غير راضي على النتيجة كطنجاوي. كنت كنتظر أن المقابلة تنتهي بالفوز ديال الوداد، عفوًا بالفوز ديال اتحاد طنجة، لأن اتحاد طنجة كان يعني هو الأفضل وهو المنظم أحسن، وإن شاء الله نتمنوا المزيد من يعني النجاح والتفوق لممثل الكرة الشمالية فارس البراق. كما أننا كنتمنوا أن الوداد البيضاوي يخرج من هذا الوضع غير مقبول رياضيا، وبالتالي يلقى الحلول الكفيلة بجعله فريق نحترمه ونقدره. إذا مرة أخرى أقول هنيئا لفريق اتحاد طنجة رغم الظروف الصعبة والقاسية جدا التي يواجهها. برافو برافو جدا للاعبين لأنهم كيلعبوا في واحد الوضعية صعبة، ولكن يكفي أنهم كيستحضروا مدينة طنجة وكيستحضروا المكانة ديال المدينة والثقل هذه المدينة اللي هي من أجمل المدن اللي كاينة في العالم، فهم كيلعبوا من هذه الزاوية هذه، كيلعبوا بكون أنهم كيدافعوا على القيمة والمكانة ديال هذه المدينة هذه، وهذا هو اللي كيظهر من خلال الروح القتالية اللي كيبان عليها أي لاعب كيدخل لأرضية الملعب باش يأدي الواجب ديالو. نتمنوا إن شاء الله في القريب العاجل أننا نلعبوا أمام الجمهور ديالنا، فالجمهور ديال اتحاد طنجة متعطش أنه يشوف اللاعبين ديالو، واللاعبين ديال اتحاد طنجة كذلك كلهم متعطشين أنهم يلعبوا أمام يعني الطوفان ديال الجماهير. حنا كنعرفوا بأن الجماهير طنجة ماشي هو الجمهور ديال أي مدينة أخرى مع احترامنا لكل المدن المغربية، ولكن جمهور طنجة راه بالعشرات ديال الآلاف. وأنا مأكد بأنه لو كان بحال اللي قلت قبل قليل ملعب بن بطوطة جاهز لكان غادي يكون مملوعا آخرة، يعني 70,000 75,000 سهلة بسهولة، وندخلوا أموال طائلة للخزينة ديال الفريق ديالنا. إذا مرة أخرى وأخيرة هنيئا لفريق اتحاد طنجة على هذا الأداء الجيد، وهنيئا كذلك لكل الفاعلين والمسؤولين الإداريين والتقنيين على هذه النتائج الجيدة والممتازة. ونبقاو إن شاء الله دائما في هذا الخط يعني إذا بغينا نقولوا المتواصل والذي يذهب بنا نحو الأفضل ونحو القمة إن شاء الله. واليقين لو بقينا بهذه الصورة هذه إن شاء الله غادي نحاولوا ما أمكن أننا ماشي فقط غير نضمنوا البقاء بل وربما نقربوا من البوديوم إن شاء الله، لأن حتى شي حاجة ما هي بعيدة. فموعدنا إن شاء الله مع مقابلة أخرى، والمقابلة ديال الديربي غادي نتكلم فيها ضروري نعطي واحد الرأي ديالي حول هذا الموضوع هذا. فالمقابلة ديال طنجة وديال تطوان كنعتبرها شخصيا أهم مقابلة في البطولة المغربية، ماشي المقابلة ديال الوداد والرجاء، ماشي المقابلة ديال الجيش والرجاء، ماشي المقابلة ديال الجيش والوداد. أهم مقابلة في المغرب في كرة القدم المغربية هي المقابلة اللي كتجمع المغرب التطواني واتحاد طنجة، والناس اللي عندهم ثقافة كروية واللي يعني عاشوا هذه المقابلات القديمة وقديمة غادي يعرفوا اش كنقول أنا. فإلى أن نلتقي في فرصة أخرى، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.